التنة هيا بليل. ما تعملي لي جبنة وكتري لي جنزبيل. ما في. أقول لك حاجة. أها. شعرك ضارب زي جبن تكتك. شنو عاوز تسوي؟ أنت نسيت الكورونا الحظ؟ أخي تقولوا أي حاجة ما داير. بلال يا بلال ترحل شنو عاوز تسوقوا؟ انت نسيت الكورونا والحظر؟ أخيرا الواحد يموت بالكورونا بدل يموت بالجوع. أشرف من جاء وقال لي يا ابتسام نعمل هنا عندنا مسلسلة كده كرتونية جميلة أنيميشن. قلت له والله يا أشرف يا أخي ما دايرة، قلت له لأنه ما أعرف احتمال الحاجة دي ما تنجح. أشرف أصر إنه شنو إنه الحاجة دي إنها حتنجح، قلت خلاص ما مشكلة أنا حقوم شنو حقوم أسجل. والله يعني سبحان الله إنه ما يعني خدت إنه شنو الحاجة دي ما حتنجح أصلا، فبقيت اسجل معاه طوال وهناي. لكن الحمد لله زي ما يقولوا الله اراد بقي الحاجه دي مشيت الحمد لله مشت لقدام ونجحنا الحمد لله. والعالم هسه حاليا بدا يتجه للانيميشن، وبقت معظم الافلام الحايزه على اوسكار قاعد تكون افلام انيميشن. ونحن دارين من خلال الكرتون نوصل لهجتنا السودانيه للعالم العربي والعالم البر العالمي برضو، ودارين نوصل واقعنا السوداني، نوري انه احنا في السودان برضو عندنا دراما ممكن تتناقش وما قدرت تصل من خلال الميديا الكاميرات، احنا نقدر نوصلها من خلال الرسم، وقدرنا نعكس الحله السودانيه والجو السوداني. فعشان كده يعني الكرتون انا شايفه رغم انه هو صعب لكن الرساله بتصل به اسرع وفي وقت اوجز. اعتماد ده شنو؟ مش طبيخ البامية ده خليناه. يا اخ بامية شنو؟ جبت الرغيف ده من ياطو فرن. جبته من دكان الطيب. ببيع الفول ب100 جنيه وبديك 4 عيشات معاه، والعيشة ب10 جنيه وأجي فات وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة يا ود بتاع الفرن. أنا ود بتاع الفرن، ود بتاع الفرن باك عمي، أنا ود بتاع الفرن باك. كلكم نفس الطيني ونفس اللدغي، الله لا جاب عقابكم. أها بتدور شنو يا جنى؟ اديني شيبسي بطعم السخينة ومش سامح. يا ناس الحلة يا ناس الحلة، عوضوا عوضين دسلوا ضيفين في دوانه. وللحواطات الأمنية حاكفلكم بالمفتاح. ليه لكن؟ عشان انتوا ضيوفي وخايف ناس الفريق يعرفوا ويجاسفوكم مني واقضي عريان بلط بدون ضيوف. يا ناس الحلة يا ناس الحلة، عوضوا عوضين دسلوا ضيفين في دوانه. بنفكر انه اللي قدام نوسع الشغل حقنا. بنفكر انه ان شاء الله ما على المدى القريب، لكن مفكرين نعمل فيلم بتاع انيميشن سوداني يكون 30 دقيقة او اكثر. هو طبعا قصة انه نحن نقدر نعمل 8 دقائق اسبوعيا. في ناس كثيرين بيسالوا من الحاجة دي انه كيف انتم بتقدروا تعملوا الحاجة دي؟ فعلا عملية صعبة جدا يا اخواننا انه احنا نعمل 8 دقائق او 9 دقائق كل اسبوع. فبنجتهد، احنا بننتهي من الحلقة يوم الاثنين عشان نبثها يوم الثلاثاء، ممكن يوم الاربعاء نكون بدينا في الحلقه اللي بعدها، يكون ما في استراحه ذاته في النص. مفكرين برضه انه نحاول نصل للاطفال ونعمل لهم شيء خاص بهم ان شاء الله، حتى لو قناه بنفس الشخصيات تناقش حاجاتهم، ونقدر نوصل رسائلنا ما دام الاطفال حبونا اكيد حيقبلوا الرسائل بتاعتنا، ونحن محتاجين نوصل رسائل كثيره من خلال الانيميشن بتاعنا ده، واحلامنا كبيره وما بتنتهي، لكن طبعا دائما الحياه بتبدا خطوه خطوه. بس احنا بدينا دقيقتين، حاليا وصلنا مرحله 8 دقائق وده في سنه، لسه الاحلام كثيره وربنا يحقق الامنيات. احس فكره زنقه حلوه، والمجتمع بشكل عام يعني يحبوا هذه الكرتون وهذه الفيديوهات اللي تناقش قضايا المجتمع بس بشكل ساخر. نتمنى لهم كل التوفيق.